البنات عندي في البيت قالوا لي عايزين يا ماما ناكل جيلي كولا او الكاندي اللي بتتباع بنفس الاسلوب او بنفس الطريقة اللي هي فيها جيلاتين ومكوناتها جيلاتين وفواكه. المهم رحت اسأل على الربع كيلو وصل كام، لقيته عدى ال40 جنيه. ربع كيلو ده مش هيكفي بنت واحدة، فانا قررت اعمله في البيت بمكونات في البيت بمنتهى السهولة. وتقدري تستخدمي اي قالب عندك، مش شرط شكل الدباديب وشكل القلوب والقوالب دي. لو عندك قوالب السيليكون اللي بشكل الدباديب وشكل القلوب استخدميها، لو مش عندك هنستخدم قالب الوافل ده عشان هو فيه مربعات وسيليكون واقدر اخرج منه القطعة بسهولة. المقادير سهلة جدا، موجودة في كل بيت. كل اللي انا محتاجاه الجيلاتين، وحطي اي عصير. وتعالي اقولك انا عملته ازاي في الوصفة دي. قبل ما ابتدي الوصفة ما تنسوش تحطوا لي لايك واشتراك وفولو لو انتم على الفيسبوك، وما تنسوش تشاركوا الفيديو علشان القناة والصفحة بتكبر بيكم. جميل جدا وطعمه حلو، نقدر نعمل منه اشكال والوان كتير جدا. اولا جبت طبق كده وجبت فروتي او اي مشروب من البودر اللي بيتباع ده. الباكو ده بجنيه تقريبا. اخدت منه معلقتين بس، وحطيت عليه معلقتين جيلاتين صغيرين، وحطيت معلقة سكر واحدة. انا مش عايزاه مسكر قوي، انا عايزة يكون فيه مزازة. ونزلت عليهم بنص كوباية مية مغلية سخنة. بعد كده عشان اضمن ان هو هيتماسك نزلت كمان بنص معلقة من الجيلاتين، وقلبته كويس وسبته على جنب يهدى. بعد كده جبت جيلي فراولة، خدت نص الباكو بس، نزلت عليه بمعلقتين جيلاتين ومعلقة سكر واحدة، لان جيلي فراولة بيكون فيه نسبة سكر. وبرضو نفس الحكاية نزلت عليه بكوباية من المية المغلية او المية السخنة. تقليب كده متواصل لغاية ما اتأكد ان السكر داب. وبعد كده جبت قالب السيليكون اللي هو بتاع الوافل، قلبته على الناحية التانية. هستخدم المربعات اللي هي لوحدها الصغيرة دي، لان احنا قطع الكاندي او الجيلي كولا بتجيلنا قطع صغيرة. بدأت بقى استخدمها، حطيت الاول جيلي الفراولة، والناحية التانية حطيت الجيلاتين اللي انا عاملاه بنكهة البرتقال، وشيلته بقى على جنب لما يبرد وحطيته في الفريزر. بعد كده جبت قوالب الكب كيك السيليكون، وبرضو نفس الحكاية حطيت فيها من نكهة البرتقال، وسبتها لما جمدت شوية في التلاجة، ورجعت حطيت كمية من الفراولة علشان تدي اللونين مع بعض الشكل الجميل اللي شفناه في اول الفيديو. حاجة جميلة وفرحت الولاد وحبوها جدا وشبعوا كمان منها، مش عايزين جيلي كلها من بره خلاص. الكلام ده بقى هدخله كده التلاجة او الفريزر لو عايزاه بسرعة. هو اساسا لما بيطلع من التلاجة مش بيسيح ومش بيفك خلاص، لان نسبة الجيلاتين فيه عالية، فهيفضل نفس قوام ومطة الجيلي كولا اللي احنا بنشتريه من بره او الكاندي اللي كل الولاد بيحبوه. تقدري بقى تعملي أطعمة مختلفة من الجيلي، في طعم تفاح، في طعم توت، في طعم أناناس، في طعم مانجا. شكلي بقى ونوعي للولاد ولوني لهم الدنيا. بتمنى منكم انكم ما تبخلوش عليا باللايك، لان اللايك بيدعم الفيديو جدا وبيوصل لأكبر عدد من الناس. لو الفيديو ده عجبكم وهادف او اول مرة تسمعوه او استفدتوا منه، ما تنسوش اللايك. وشكرا جدا انكم معايا، والسلام عليكم ورحمة الله.